أهلا أعزائي المتابعين، فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من عيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. طبعا يا أعزائي المتابعين، أنا بس هستأذنكم في طلب خاص، وهو لو سمحت عايزين نوصل قناة اليوتيوب ل1,000,000 مشترك يا أعزائي المتابعين. لو سمحت قبل أي حاجة، يعني قبل حتى ما تتفرج على التأليف اللي هنزله على الديسكريبشن، لو سمحت يعني لو تكرمت اشترك في القناة وفعل الجرس. مش عايزين أكتر من كده والله. يعني انت اشتراكك ده للقناة مهم جدا جدا جدا، فاستأذنك يعني تشترك في القناة وتفعل الجرس وتتفرجوا على الفيديوهات الجديدة اللي انا نزلتها، منها حلقة رقم 2 من قصة عباس المتهم الهارب الجزء التاني. ويلا نخش على شرح التأليف يا أعزائي المتابعين. حلقة 2 بتحكي عن بعد ما هم قرروا خلاص يدوروا عن فتحي سبب في قتل أمه الحقيقي، وهو أساسا فتحي هرب لمحافظة أسوان. هو كان في محافظة أسوان بيعمل إيه؟ ما هو قاتل، فهو هربان بتهمة القتل. هرب لمحافظة أسوان واتصاحب على واحد هناك في محافظة أسوان اسمه محمد رامي. ومحمد رامي ده كانوا قاعدين مع بعض في القهوة وبيلعبوا دومنا وبيشيشوا، وفجأة محمد رامي صاحبه قال له: بقول لك ايه يا صاحبي، انا حاسس كده ان الحكومة هتيجي وتفتش المحافظة كلها في وقت معين. قال له: يا عم دي تهيؤات يا عم. تاني يوم الحكومة فعلا طبت على محافظة أسوان وعملوا تفتيش ذاتي لمحافظة أسوان كلها عشان يدوروا عن المتهم الهارب فتحي. وهنا بقى فتحي قرر يهرب من محافظة أسوان لمحافظة المنيا. وفتحي بقى عيلته عيلة أكابر، مش عيلة زي عيلة عباس، لأن عباس عيلته عيلة غلبانة، إنما فتحي عيلته عيلة مليونيرة، عيلة مليارديرات، عيلة أغنياء، عيلة وسايط. فقال إن هو يتوسط لعمه اللي هو وصى على قتل أمه، إن هو يتوسط له ويزور له أوراق سفر لدولة تانية غير مصر، لأن هو في مصر يعتبر متهم هارب. ايه رأيكم في الشرح ده يا اعزائي المتابعين؟ اتمنى يكون الشرح ده لتأليف حلقة رقم 2 من قصة عباس المتهم الهارب يكون عجبكم، ويا ريت تحط لايك لو الشرح عجبك، وتقرا التأليف اللي هنزله على الديسكريبشن، وتشترك في القناة لو ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان نوصل القناة ل1,000,000 مشترك. والهدف من إنشاء القناة، اكيد انتوا يعني شفتوا الفيديو اللي هو سبب انشاء قناة القناص اديتور، فاكيد انتوا عارفين ايه هو سبب انشاء قناة القناص اديتور. يعني خلاص، يعني اللي لسه ما بيعرف مش عارف يتفرج على الفيديو عشان يفهم. تمام يا اعزائي المتابعين، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.